هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعاده. انا اسفه ان انا بقالي فتره متغيبه عن القناه، معلش، لان انا كنت بحضر لكم كده شويه حاجات جديده وريفيوهات جديده، حاجات كنت بجربها على بشرتي وجايه اقول لكم في رايي فيها بصراحه. طبعا احنا دلوقتي في الصيف، جو حر نار، ومحتاجين حاجات للبشره المختلطه او الدهنيه المعرضه للدهون. هجيب لك النهارده روتين حقيقي سحري للبشره الدهنيه والبشره المختلطه المعرضه للحبوب. انا بشره مختلطه. مبدئيا كده هنعرف نوع البشره ازاي. هتعرفي من التي زون ده، لو بتقومي من النوم المكان ده وده فيه دهون اعرفي ان انتي بشره مختلطه. لكن بتقومي وشك كله فيه دهون او فيه زيوت كده خفيفه، اعرفي برضو ان انتي بشره دهنيه. وطبعا الاتنين معرضين للحبوب جدا. طيب انا بقوم بشرتي ما فيهاش اي حاجه، خلاص يبقى انا بشرتي عاديه. انا بقوم بشرتي شاده شويه عليا وبحس ان هي وجعاني ومحتاجه ترطيب ترطيب ترطيب، دي بشره جافه. بشرتي بقى من اقل حاجه بتعمل احمرار، انا بشرتي حساسه. طيب الفيديو النهارده مش حابه يكون طويل، هقولك فيه على منتجات انا جربتها للبشره المختلطه والبشره الدهنيه، الاتنين المعرضين للحبوب. حاجات على قد الايد ومش غاليه، وفي نفس الوقت افكتيف جدا جدا جدا. انا بصراحه الفتره اللي فاتت كان بدا يظهر لي كده هنا حبوب صغننه، وهي تعتبر زي رؤوس بيضة تحت الجلد، وما كنتش عارفة حل ليها، وعمالة اجرب في حاجات وابطل حاجات واوقف حاجات وارجع استخدم حاجات عشان اعرف الحاجات دي بتطلع لي من ايه.